يا جماعه بعد اسبوعين من الكيتو متحمسه جدا عشان اعمل لكم الفيديو ده. عايزه احكي لكم على حاجات كتير قوي، عايزه اقول لكم عملت ايه في الاسبوعين دول، كنت باكل ايه، كنت حاسه ازاي، ليه الكيتو ده نظام مش احسن حاجه. واكيد هحط لكم الافتر والبيفور والميزان، لان احنا بقالنا يا جماعه شهر بنعمل دايت. يس. طيب يلا بسرعه نخش في الموضوع عشان الفيديو فيه معلومات كتير قوي. طيب اولا الكيتو ده عباره عن ان انت بتحاول الجسم ان هو بيحرق كربوهيدرات او نشويات اللي هي البنزين الطبيعي بتاع الجسم، لان هو بيحرق دهون. وعشان نعرف نخلي الجسم يبقى بيعرف فاتس مش كربوهيدرات، احنا بندخل له دهون كتير، يعني بنقعد ناكل لحوم، فراخ، سمك، اي حاجه من الحاجات دي، وبنبعد خالص او بنقلل جدا النشويات، حتى النشويات الكويسه. فمثلا انا هحط لكم دلوقتي يوم انا اكلت فيه ازاي عشان نبقى فاهمين شكل الوجبات الكيتو بيبقى عامل ازاي. عامه انا كنت في الفطار بصحى اخد بيضتين مثلا معاهم ساسج او معاهم سجق، او مثلا حتتين كفته بحط عليهم زبادي يوناني كامل الدسم، ودايما معاهم بحب احط شويه خس او جرجير او اي حاجه ما فيهاش نشويات كتير. ممكن بعد الفطار بشويه اخد سناك صغير، شويه مكسرات كده قد كوبشه الايد. بعديها على الغدا نفس الفكره، اخد حاجه بروتين ومعاها شويه صغيرين برضو سلطه. بعديها بشويه اقوم واخده سناك تاني، مكسرات، زبده فول سوداني. في مره او مرتين اخدت معلقه بينات باتر معاها ربع تفاحه، عشان اكتر من كده هبوظ الكيتوزس وجسمي هيرجع تاني يحرق نشويات مش فاتس. فاي حاجه كربوهيدرات، حتى الكربوهيدرات المحترمه النظيفه لازم ناكلها في اضيق الحدود. حتى الخس، احنا لو زودنا قوي في الخس هنطلع بره الكيتوزس اللي هي الحاله اللي الجسم بيحرق فيها الفاتس او الدهون. والعشاء برضو كان نفس الحكايه، نوع من انواع البروتين، نوع من انواع الخضار المسموح زي البروكلي، زي القرنبيط، زي الخس. بس طبعا عشان احنا هنا في مصر دلوقتي ما عندناش الكلام ده خالص، انا كنت بجيب الخس وكان بيبقى مش حلو خالص، بس اهو ده الموجود. وهحط لكم برضو تقسيمه المايكروز عشان انا كنت بحاول اتاكد ان انا ما فيش اي حاجه هتخرجني من الكيتوزس، لان انا كنت عامله فيري ستريكت كيتو لمده الاسبوعين دول. فعامه ما كنتش بجوع قوي، لان انا كنت باكل يعني هو 3 وجبات و2 سناكس، او 3 وجبات وسناك، فحقيقي ما كنتش ببقى جعانه، وما كنتش بضطر اكل كتير قوي عشان اشبع، لان الاكل الفاتس فيه كتيره جدا. انا كنت بطبخ بسمنه عادي، فالاكل حقيقي كان بيلكم يعني. فتمام، النقطه دي ما فيش منها قلق. بغض النظر عن الاسعار اللي اتدفعت في الاسبوعين دول في لحمه وفراخ ومكسرات وبينت باتر طبيعيه، واصل دي طحينه 100% سمسم، رغم ان هو كان بهدله يعني، بس ما علينا. احنا هنتكلم عن صحيا الكيتو ده كويس. بصوا يا جماعه، في دراسات كتير قوي معموله عنه ان هو بجد بيأذي الجسم في كام حاجه كده لازم نبقى واخدين بالنا منهم. اول حاجه، انت لاغي كاتيجوري كامل من الاكل، انت ما بتقربلوش كاتيجوري الكربوهيدرات. والمشكله ان الفاكهه، الخضار، كل الكلام ده هو موستلي كربوهيدرات. طبعا لا، هو موستلي ميه، بس نسبه النشويات فيه عاليه. فانا لو كنت اكلت اي فاكهه او خضار براحتي كان طلعني من الكيتوزس بكل سهوله. فطبعا الكلام ده بتبقى بتاكله كده بالورقه والقلم يعني، مش مفتوح. وفاكهه بقى زي فاكهه الصيف، بطيخ، مانجا، عنب، كل الكلام ده مش معانا. ده التفاح يا شيخ يخرجك من الكيتوزس. التفاح لما كنت بتبقى نفسي في حاجه حلوه اخد ربع تفاحيه صغيره، رغم ده انت معاك حاجات حلوه بقى كيتو كتير جدا. ادخلوا النت مهزله. ما تقوليش ان تارت الشوكليت بالستيفيا ده يا جماعه حلو وفظيع للصحه احسن من التفاحيه اللي هي كانت ممنوعه. فطبعا نتيجه ده اللي بيحصل في الجسم ان هو معادن وحاجات كتير جدا يا جماعه بتنقص. وده يا جماعه مش كلامي، دي ابحاث اتعملت على نظام الكيتو من قد ايه الناس موهومه بيه، ولقوا ان في 14 عنصر بينقص في الجسم، منهم الزنك والمغنيسيوم والفوليت والسيلينيوم وفيتامين سي، اللي هو وصل ان هو بيجيب سكيرفي لو حد عامل ستريكت كيتو لفتره طويله زي اللي انا كنت عاملاه. فانا مش منطقي ابدا ان انا اعمل نظام زي كده لفترات طويله. ماشي، هناخد معاه مالتي فيتامينز، وهناخد فيتامين بي، وهناخد دي، وهناخد كالسيوم، وهنظبط الدنيا. لكن برضو انا مش منطقي الغي كاتيجوري كامل من الاكل اللي ربنا خلقه اللي هو كويس لينا عشان عايزه اخس يعني. تاني حاجة، النظام ده ما فيهوش فايبرز كتير. انت الالياف اللي بتخلي حركة الامعاء سهلة كده وجميلة دي مش موجودة. فانواع بكتيريا كتير من النافعة اللي في الامعاء بتموت طبعا، ما بتستحملش الكلام ده خصوصا لو لفترات طويلة. فده بيخلي الدنيا في التويلت مش احسن حاجة يعني. بس تمام، ممكن ناخد الفايبر من بره. انا صراحة ما عملتش كده وكنت بعاني يعني، بس تمام هنقول هناخد الفايبر من بره. بس انتوا شايفين انا ازاي ماشية بلم ورا النظام، هو يبهدل وانا الم وراه، هو يبهدل وانا الم وراه. ثالث حاجه، من كميه الدهون ومن كميه الحاجات اللي مش هيلثي قوي اللي بناكلها، ده على اللونج ران بيضر جدا بصحه القلب والاوعيه. ان انت مش هتتخن من بره، لا انت هتتخن بقى، الفاتس هتيجي جوه الارتريز والكلام ده يعني. فممكن فعلا اللي بيحصل ان الكوليسترول في الدم بيقل لان انت ما بتاكلش كربوهيدرات كتير، وجوه البلود فيسلز بيحصل ان الفاتس بتكتر. فمنظمات كتير عالميه
بتنصح ان لا يا جماعه اللو كارب دايتس دي بلاش، دي مش اصح حاجه لصحه القلب خصوصا. وتاني يا جماعه دي ابحاث وكلام معمول عليه دراسات، ده مش رايي، ولازم كل حد فينا يخش ويدور هو بنفسه ويشوف الكلام ده صح ولا ايه، عشان في الاول وفي الاخر صحتك دي حاجه بايدك انت. المهم حاجه تانية الكيتو بيعملها ان هو بيبهدل السكر، ودي حاجه بقى تمسني انا شخصيا، ان هم لقوا ان اكتر من 35% من الناس اللي بتعمل كيتو لو رجعوا وقفوه بيجي لهم تايب 2 دايابيتس اكتر من الناس اللي هي اصلا ما عملتش كيتو في حياتها. ليه؟ ما هو منطقي كده، انت بتحرم جسمك من الكربوهيدرات فتره طويله، فالجسم لما بتبقى تدخله الكربوهيدرات تاني ما بيبقاش عارف يتعامل معاها ازاي. فطبعا كل ما بتطول المده كل ما الجسم بيتعود ان دي حاجه خلاص انا مش باكلها. فحتى لو الارقام بتاعتك اتحسنت على الشورت ران، عشان انت كده كده اصلا ما بتاكلش كربوهيدرات، على اللونج ران هيضر مرض السكر. وناس كتير جدا على التيك توك قالوا لي ان ده حصل معاهم. فانا مش عشان اظبط ارقام السكر التراكمي في التحليل اقوم جايبه لنفسي سكر خلاص ما اعرفش اخرج منه. فمهم جدا ان خلاص لو انت ناوي تكمل بقيه حياتك كيتو مش ناوي ترجع تاكل كربوهيدرات تاني خلاص مش مهم. لكن لو انت حد زيي مش ناوي تكمل على النظام ده، مهم جدا انك تعرف انك ازاي تكسر الكيتو، ودي حته مهمه هتكلم عليها بعد شويه. خامس حاجه واخر حاجه، انت عايش بقى في حرمان، انت بتاكل اكل غالي جدا ومع ذلك محروم من حاجات في الاكل متعه كده بسيطه زي البطيخ المانجا، ده حتى الخس انت ما تقدرش تاكله بكميه. فيعني انت فعلا في حرمان، في نوع كده معين من الحرمان هو مضايقك وحاسس انك بتدفع كتير قوي في مكسرات ولحوم واجبان، فقاعد يعني مش سعيد باللي حاصل ده. والكيتو كمان ليه اضرار تانية كتير زي لخبطه في الهرمونات وحاجات تانية، بس انا اللي عايزه اتكلم فيه بقى الحاجات اللي حصلت لي انا شخصيا الاسبوعين دول. انا واحده بطني منتظمه، بدخل التويليت في مواعيد كويسه ومنتظمه، لكن حقيقي عشان الفايبر موجود بكميات صغيره قوي ده تعب لي بطني طبعا، وبقيت بدخل في سايكلز كده من الدايريه والكونستيبيشن عجيبه يعني. تاني حاجه ودي حاجه وجعت لي قلبي قوي، شعري اتاثر جامد مع ان انا كنت باخد المالتي فيتامينز وملتزمه عليه، لكن في الاول وفي الاخر شعري اتاثر وبقى بيقع جدا، وانا اصلا شعري خفيف يعني الكام شعرايه اللي عندي مش مضحيه بيهم. فطبعا دي حاجه خلتني اقلب على الكيتو اكتر ما انا قلب عليه، عشان الكام شعرايه دول لا دول خط احمر كده. حاجه تانية حصلت لي بس مش هقدر اقول ان هي بسبب الكيتو 100% عشان انا ما عملتش اي تحاليل، ان مواعيد البيريد اختلفت. انا عارفه ان هو بيلخبط في الهرمونات، بس بما ان انا ما عملتش تحاليل وما اعرفش ارقام مش هفتي، بس انا بقول لكم على ملاحظه حصلت. اخر حاجه حصلت لي ودي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي، انا الاسبوعين دول نومي كان وحش جدا فيهم. تاني انا في العادي بتاعي واحده بنام بمواعيد وبصحى بمواعيد، ليه مواعيد النوم بتاعتي تتلخبط كده وابقى مش عارفه انام اكتر من 5 ساعات في اليوم؟ ده كان غريب جدا بالنسبه لي. بس انا عامه كنت ملاحظه ان انا جسمي مش مرتاح، ليفل الانرجي بتاعي في الارض، التركيز زيرو. فانا بالنسبه لي طبعا الكيتو ده حاجه مش سالكه مع جسمي خالص، وانا بجد ما عملتوش غير عشان هو كسب في الفوت وكان كسبان باكتساح هنا على اليوتيوب، كان كسبان ايه 80% تقريبا. فانا بالنسبه لي كان مهم قوي ان انا اعمله عشان الناس تشوف التاثير ده على جسمي كان عامل ازاي، وتاثير ده عامه الدراسات بتقول ايه، عشان ده دايت ترند جدا وبوبيلر جدا. انا مش فاهمه ليه لو هو هيأذلنا جسمنا ولو هو هيتعبنا، مش معنى ان احنا خسينا كام كيلو على الميزان ان هو ده يبقى الدايت البيرفكت، لا في برضو مقاييس اخرى، لان في الاول في الاخر انا صحتي اهم. طبعا مهم جدا ان احنا نقرا في الموضوع ونقرر لنفسنا، لان صحتنا هي مسؤوليتك ومسؤوليتك، لان مهم جدا تقروا وتكونوا انتوا رايكم وجربوا، شوفوا انتوا جسمكم هيتعامل ازاي مع الكيتو، لكن تبقوا بتجربوا وانتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل. طيب انا المفروض خلاص بعد الاسبوعين دول عايزه اوقف كيتو، بس مش عايزه ارقام السكر تضرب مني، لان انا بقالي اسبوعين ستريكت كيتو، جسمي بيحرق فاتس ما بيتعاملش مع كربوهيدرات اصلا. فمهم جدا ان انا زي ما دخلت الكيتوزس في 3 4 ايام ادي لجسمي فرصه كده 3 4 ايام يخرج منها، فما اديهوش فجاه واحده كميه عيش ومكرونه ورز، لا خالص انا هبعد عن الكلام ده خالص الفتره دي. هبقى بري انتروديوس الكربوهيدرات بالراحه، وهبقى بري انتروديوس انواع معقده من الكربوهيدرات زي العدس البطاطس الحاجات دي، وهبعد خالص طبعا عن السيمبل الكربوهيدرات فور ناو، عشان انا مش عايزه ارقام السكر تضرب مني ولا التحليل بتاع السكر التراكمي يبوظ بسبب الكيتو يعني. طبعا الا التشيت ميل بتاعت النهارده بالليل كده، بس هحاول برضو قبليها اعمل كام حاجه كده عشان الرقم ما يضربش، زي ان انا ممكن اعمل رياضه قبلها، زي ان انا هتمشى بعدها، زي ان انا هاخد طبق سلطه محترم بخل عشان يهدي من امتصاص الكربوهيدرات ويبطئه، واللي امتص الجسم يعرف يتعامل معاه احسن. وانا كده كده زي ما اتفقنا الفيديو اللي فات ان الاسبوع الجاي انا عامله كارب سايكلينج عشان اعرف ادخل الكاربز بطريقه ما تضرش جسمي الفتره الجايه. ويلا احنا ممكن نبدا من دلوقتي في الكومنتس نقول ايه الدايتات اللي عايزين نجربها، بس ابعدوا عن اي حاجه لو كارب زي الدايت البيض زي دايت الكارنيفورس دايتس. بس حاسه برضو ان احنا عندنا دايتات كتير جدا نجربها زي الباليو زي رو فيجن زي البلانت بيزد. انا حاسه ان احنا تمام جدا متغطين في موضوع الدايتات اللي نجربها ده، عندنا 100 حاجه. فنبدا كده يا جماعه نتكلم ونحكي، وقولوا لي برضو انتوا عاملين ايه في الدايتات بتاعتكم، وانا بجد هحاول اقرا كل كومنت وارد عليه زي ما بعمل. المهم اللحظه بقى الحاسمه بتاعت انا خسيت قد ايه بعد الاسبوعين دول يا جماعه، درام رول بليز. هحط لكم الميزان هنا كده زي ما بعمل، وهحط لكم الميزان الجديد هنا، تادا.
يا جماعه ده رقم وهمي، ده معناه ان انا خاسه 1.8 كيلو، فده تحفه بالنسبه لي. انا واحده اصلا ما عنديش حرق والميتابوليزم زيرو يعني، فالارقام دي بالنسبه لي واو جدا. وانا لو فضلت ماشيه على الريت ده ان شاء الله هوصل للتارجت بتاعي ان نو تايم يعني. بس فاحنا ان شاء الله مكملين لحد ما كل واحد يوصل لهدفه. بس يا جماعه فبليز سبسكرايب عشان نكمل مع بعض لحد ما نوصل. لو اي حاجه في الفيديو عجبتك او فادتك بليز دوس لايك. خلونا نتكلم اكتر في الكومنتس ونكبر الكوميونتي بتاعنا. احكوا لي عاملين ايه في دايتاتكم، واحكوا لي لو حد جرب الكيتو عمل ايه معاه. بس كده، باي.